أكيد يعني احنا كلامنا واضح ان احنا ما نقبل انه يكون اعتداء على سيادة العراق، وفي نفس الوقت لا نقبل ان تكون الاراضي العراقية منطلق القيام باي عمل تجاه اي دولة جارة. لهذا السيد القائد العام في اجتماع مجلس الامن الوزاري وجه وامر وزارة الداخلية وقيادة قوات الحدود لمسك الخط الصفري ما بين الحدود ما بين ايران وتركيا على الفور. قوات الشرطة الاتحادية اتخذت كل الإجراءات اللازمة، تم توجيه بتعزيزها وأيضا مسك المخافر الحدودية. أعتقد الآن الوضع يختلف، وهناك أيضا جهد دبلوماسي حاضر حقيقة من قبل الدبلوماسية العراقية ووزارة الخارجية بخصوص متابعة كل ما يجري ما بيننا وما بين دول الجوار. أكيد احنا كقوات مسلحة وقيادة عمليات مشتركة بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة الاستمرار بملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابي. لهذا نعتمد باستراتيجية هي العمليات النوعية والفردية التي تنفذ من قبل أبطال وفق معلومات استخباراتية، ونركز على الجهد الاستخباراتي. استطعنا من خلالها قتل واعتقال قيادات لعناصر داعش الإرهابي، وكذلك تدمير كهوف وبعض الجحور التي يتواجدون فيها. العمليات مستمرة، التركيز مثل ما أشرت على الجهد الاستخباراتي، وأكيد نحقق ضربات موجعة لهذه العصابات الإرهابية.